بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي قضينا راس السنة في الغربة. طبعا ما كانتش زي مصر، لانه ما فيش ما فيش العيلة يعني. انا حاولت ان انا اعمل زي ما كانت والدتي بتعمل. كانت بتعمل لنا مثلا سندوتشات كفتة وحاجات وبطاطس محمرة وسلطات بقى، بس بتحطهم بطريقة جميلة جدا شيك قوي، على اساس يعني ان هو كأن احنا روحنا فندق او مطعم، يعني زي ما الناس التانية بتروح. آه، وطبعا التلفزيون دايما كان ساعتها يعني بيجيب، ما من 40 سنة ما كانش فيه غير قناة أو اتنين بس، يعني ما كانش فيه الفضائيات والكلام ده كله يعني. ف الناس كلها كانت بتبقى قاعدة بتتفرج على تقريبا نفس الشيء. إنما احنا يعني هنا أنا حاولت أعمل زيها، وبالنسبة للأكل وكده، بس طبعا آم، يعني لوحدنا بقى هنعمل ايه؟ طب الناس التانية بقى، اصحاب، يعني اللي هم العزاب دول بيعملوا ايه؟ بيتجمعوا مع بعض وبيقضوا الوقت في المكان معين، سواء في شقة حد منهم، او في مكان ما، هم مطعم حاجة او حاجة هم عايزينها يعني. طبعا هم العزاب دول هيبقى كل همهم ان هم يحوشوا ويشتغلوا يحوشوا ويشتغلوا، فمش مش في دماغهم قوي الحاجات دي. بس طبعا طالما الناس كلها واخدة اجازة بياخدوا اجازة يعني. انما الحمد لله بقى، الناس السنة اللي بعدها كنت خلفت بنتي، والوضع يعني اتغير طبعا، بقى في نوع من الونس وكده يعني. يعني ربنا ان شاء الله يعني يكتب لنا كل خير في السنة الجديدة، ويدي كل واحد اللي هو عايزه، لو كان ده هو المفيد له. وكل سنة واحنا طيبين.